في بيوت أول ما بتدخلها بتحس إنك مش لوحدك. الهوا بيبقى تقيل، بتسمع همسات من العدم، وبرد غريب بيتسلل لعظمك. كتير حاولوا يعيشوا جوه الحيطان دي، بس مش كلهم قدروا يخرجوا منها. خليني أحكي لك عن 10 بيوت الشر اتجسد فيها، بيوت الناس شافت فيها الجحيم بعينيها. أولاً، بيت شميدت في ألمانيا. هانز شميدت اشترى فيلا قديمة في قرية بعيدة. أهل البلد حذروه، 3 عائلات قبله ماتوا بشكل غامض. في أول ليلة ليه، هانز سمع ست بتصرخ جوه الدولاب. الليلة اللي بعدها بنته بدأت تتكلم مع حد مش باين. بعد أسبوع ماتت وهي نايمة ولسانها مش موجود. هانز جاب طارد أرواح من برلين اللي قال إن روح الست معذبة بتسكن البدروم. الحل الوحيد حرق البيت. هانز عمل كده وبعدين اختفى. بعد كده بيت الجن الأحمر في المغرب. في السويرة الأسطورة بتقول إن في شيطان أحمر عايش هناك. واحد اسمه يونس اتجرأ يقضي الليلة. الصبح لقوه عريان في الشارع، جسمه كله حروق وبيدندن كهربوني. ضحكوا عليا. شيخ قال إن البيت ملعون بسبب عهد دم. البيت لسه هناك فاضي، محدش بيقرب منه. دلوقتي قصر وينشستر في أمريكا مكان حقيقي، في مئات الأبواب والسلالم اللي ملهاش لازمة. بنته ست كانت مسكونة بأرواح اللي ماتوا بسبب أسلحة عيلتها. زائرة مصرية نورة أغمى عليها جوه، وحلفت إنها شافت جثة بتتسحب بواسطة أرواح غاضبة. بعد شهرين دخلت مستشفى الأمراض العقلية ولسه بتتشخبط على الحيطان. رجعوني تاني. بيت الخياط في بغداد، عيلة بتنقل فيه صورة قديمة في كل حتة. كل ليلة الساعة 3 الفجر كرسي بيتمرجح لوحده. أصغر واحد فيهم بيبدأ يتكلم بلغات غريبة. شيخ مشهور بيحذر، روح اسمها الخياط بتحب الأطفال بغيرة. الأب بيموت بسكتة دماغية مفاجئة. بيبيعوا البيت بنص ثمنه. بيت التماثيل في إيطاليا، سالم طالب سعودي بيأجر شقة رخيصة قوي. كل ليلة تماثيل صغيرة بتتحرك وتقرب من سريره. في ليلة بيصحى يلاقي نفسه محاط بيهم ووشه كله خدوش. في رحلة العودة لبلده بيجيله عمى، الدكاترة مش عارفين السبب. في اسكندرية مصر بيت الغريقة. أم يارا بتسمع صوت مياه جارية وسلاسل بتتسحب. بنتها بتشوف ست غرقانة بتزحف من البلاعة. إمام بيلاقي كيس ذهب في الحيطة، حاجات جن غرقان. بعد كده الأصوات بتقف. بيت المتحف الأسود في بريطانيا كان متحف تعذيب، دلوقتي مقفول. بعد ما ست بتزوره بتصحى كل ليلة حاست إن إيدين مش باينة بتخنقها. كاميرات حرارية بتلقط شكل مش مفهوم جنبها. المتحف اتقفل نهائي بعد شهر. بيت الصرخة في الدمام، السعودية. مازن بيسمع صرخة ست في أول ليلة ليه. تاني يوم صورته بتتقسم نصين. شيخ بيقول إن الجنية مطلقة بتسكن المكان. مازن بيهرب، بس كل ليلة في الفندق بتاعه بيسمع نفس الصرخة دي. فيلا الأنين في الأردن، في السلط 2 شباب بيصوروا فلوج رعب. واحد بيختفي والتاني بيرجع بيهلوس. الحيطان تتنفس، الشبابيك بتبص. حتى شيخ شجاع بينزف من عينيه لما بيقرب من البدروم. أخيراً بيت الظلال في فرنسا، عامل مصري بيأجر بيت ساقع وفاضي. كل ليلة ضل راجل بيتربص في الزاوية. في ليلة بيصحى يلاقي نفسه مربوط في السرير والظل واقف فوقه. بيهرب لبلده، بس في كل صورة اتصورت في فرنسا وشا مش موجود. افتكر البيوت دي مش مجرد طوب ومونة، في بيوت بتتنفس شر وحاقد على أي حد يدخلها. لو حسيت في يوم إن في عيون بتبصلك وإنت لوحدك، اوعى ترتاح. ممكن تكون الضيف الجاي في بيت عمرك ما هتخرج منه.